بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معلش أنا كنت غايبة شوية عشان تعبانة، وربنا يشفي كل مريض يا رب يا رب. هعمل بقى صينية بطاطس بالكفتة. زي ما انتوا شايفين ده كيلو لحمة مفرومة. عفوا. ودي بصلاية كبيرة، وطماطمية متقشرة، والبهارات كلها اللي عندك، يعني توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل، قرفة، جنزبيل، كل البهارات. وجبت كيس بودرة من اللي هي الجاهزة برضو، اللي هي كفتة الحاتي الجاهزة. بشرت بقى البصلاية والطماطمية، ضربتهم في الكبة، وبعد كده خدت المية بتاعتهم ونزلت البشر التاني في البتاع، في ال... في ال... في الكبة. وبعد كده هننزل بقى بالكفتة، وتحط عليها حتة ليا حلوة. انا كنت مش مرضى حطيتش الدهن اللي من الاول، عشان ايه؟ مش تعمل البصلة، تخليها تزيت يعني. فاحنا هننزل لها كده. انا بقى نزلت بالكيلو كله مرة واحدة، فالكبة تقلت على الكبة، فمش عرفت بقى، رجعت عدتها تاني زي ما انتوا هتشوفوا. كده بقى مش كنت عارفة ايه، قلت مش هعرف اخلط البهارات لو نزلت في الكبة، هتبقى يعني هتيجي في ناحية والبهارات في ناحية. فدي البهارات كلها اللي انا قلت لكم عليها، مع كيس الكفتة كمان، مع ربع معلقة بيكنج باودر هتشوفوها دلوقتي. جبت بقى طبق كبير ودعكت البهارات في اللحمة. وبعد كده نزلت عليها بكيس البهار اللي بتاع كفتة الحاتي الجاهزة دي. وحطيت عواد روزماري كده، 5 6 ورقات روزماري كده. انا لقيت كيس الكفتة في حاجة خضرا، بس مش عارفة ايه هي. يعني في يعني يا زعتر اخضر، يا بقدونس مجفف، يا زعتر يا روزماري زي كده. مش عارف، بس هي حاجات خضرا باينة يعني في الخلطة. فانا رحت جايبة حبة اقطعهم، وبعد كده حطيت بها ربع معلقة بيكنج باودر. بعد كده نزلت عليها تاني في الكبة وضربتها عشان تبقى ناعمة معاكي، وتنزلي باللية معاها، اللي هي اللي بتطعم اللحمة، وبتخلي اللحمة معاكي طرية وجوسي، وما بتخليهاش مأستكة. بس انت ما تسويش اللحمة جامد، الله اعلم هم بفرمينها ازاي، يعني حاطين فيها دهون، حاطين فيها حاجات يعني جيلاتينية مثلا، الحاجات اللي بتبقى زي القراقيش دي، الله اعلم بالجزارين. انا بنقول له هات لحمة وخلاص مفرومة، بروح وقطع على كيفه كده. بصوا بقى، دي اتفرمت، اللي ورا مش كانت مفرومة، عشان كده نزلت بايه، خليتها على 3/4 كده، ربع وربع وربع كده، عشان ايه تتضرب معاكي كويس. ونقطة مية زي ما انت هتشوف، مش شرط تلج، عايزة تحطي تلج حطي، مش هي اللحمة كانت ساقعة اصلا، يعني انا كنت حطها في الفريزر. وحتى لو مش ساقعة ومش عندك مية، يعني مش عندك تلج، حطي مية عادية. بص انا نزلت بمعلقة نقطة زيت كده، عشان خاطر البطاطس لما بتيجي تستوي، انا مقطعاها يعني اتخن من الشيبسي شوية، اما بتيجي تستوي بتروح مسمغة وبتلزق في الصينية، فالزيت ده يعزلها شوية. زي ما انتوا شايفين بقى، حلقات البطاطس كده تقطعوها، وبعد كده بترصي على الكفتة. بصي يا ستي، بدل ما تجيبي اعواد الشيش طاووق، لو عندك شماعة مكسورة زي ما انت هتشوفها في الفيديو كده، الاول بصي رشة ملح، حبة فلفل بس على البطاطس عشان يدوها طعم، ومية البصل اهي. بصي شماعة مكسورة، دي شماعة اطفال، لكن انا هستعملها شماعة كبار. انا بشرح لك عشان اللي مش عارف الشماعة بتاعت الهدوم. دي كانت مكسورة عندي الزرقاء دي، وبعدين خدت الحتة اللي تحت، قلت بدل ما اعمل 5 6 اعواد شيش طاووق، يبقى هي سيخ واحد بلاستيك ونضيفة وحلوة، وبغسلها وبعقمها بالكولر، وبعينها في صفاية المعالق عادي. وب... مع كده بتخلي مسام الكفتة مفتوحة، وان هي تستوي معاكي بسرعة، زي ما انت شايفة بقى كده. انا عمالة اشرح لك ان هي مسامها مفتوحة، بس هي الكفتة كانت طرية يعني وحلوة. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هتاخدي الحتة تبلي ايدك في مية بصل، بس مش عليها حاجة، لان انا نسيت وحطيت ملح، وبعد كده نسيت وحطيت الكفتة، كيس الكفتة، فالحمد لله ان هي مش طلعت حادقة.
زي ما انتوا شايفين بقى مسامها مفتوحة وجميلة، وان هي مفرغة معاكي من جوه، وتطلع الكفتاية هشة وحلوة. زي ما انتوا شايفين بقى بترصوها كده في الصينية حسب بقى ايه احتياجاتكم. ده انا عاملة كيلو لحمة مفرومة، حسب امكانياتكم واعملوا كده. مغمسة نفسها، بدل ما تعملي بطاطس محمرة وتعملي الكفتة لوحديها، لا كده كلها شدة راكبة على بعضها حلو. ومنها البهاريز بتاعت اللحمة معلية، هيدوا طعم للبطاطس حلو. زي ما انتوا شايفين كده طلعت جميلة وطرية وحلوة، وطعمها والله طعمها خطير. هي طبعا هتكش معاكي. في ناس تقولك اللحمة ما بتكشش، لا بتكش، بتكش حاجة بسيطة مش كتير، بس طعمها حلوة والله. انا كمان لا يعني زقيت الصوابع جنب بعضها في المسامات الفراغات الفاضية. انت ممكن بقى لو يعني بصي البتاع بتاعت الشماعة بتاعت الاطفال بتبقى رفيعة شوية، لو عايزين تستعملوها استعملوها، مش عايزين يبقى الشماعة تكون كبرت كده. في حاجات كتيرة بتترمي كده بتبقى لها استخدامات برضو بتنفع. يعني بدل ما نعمل 10 اعواد شيش تاوك، لا ما هي عود صلب. بدل ما نحط قلم رصاص نحط مفك، لا ما دي نضيفة وحلوة. والحاجات دي بتتكسر غصب مننا لما بنكون معلق هدوم او حاجة، فنرمي الحتة الفوقانية ناخد الحتة اللي بالعرض، اللي انت بتعلقها عليها البنطلون او الجيبة من تحت، اللي هي الحتة اللي من تحت دي. وفكرة حلوة وجميلة وما بتعملش حاجة، يعني مش بتتأثر بأي حاجة. بغسلها عادي وبترجع نضيفة زي الأول. ما شاء الله صينية جميلة زي ما انتوا شايفين كده. والبطاطس انا حاططها على البوتاجاز تستوي الأول عشان تسوي البطاطس، بدل ما تاخد معاكي في الفرن والشواية. وانا بعملها بقى كنت انا بعمل بتنجان مشوي على البوتاجاز قبل ما احطها. فانا بقى شلت البتنجان نقلته، كانت لسه فاضل عايزة دقيقة. بعد كده عندي اللي كبيرة شوية. بعد كده حطيت الصينية على البوتاجاز، وحبة المية ام بصل اللي اتبقوا مني كبتهم على البطاطس، يديكي طعم وريحة من الآخر. البصلية ما بتنحط على الأكل، يعني مية البصل أو كده بتدي طعم حلو. وأنا حاطة فلفل بس مديها طعم أكتر. جميل. زي ما انتوا شايفين بقى اديتها غلوة بس عشان بحبة المية اللي حطيناهم يعني حبة الصوص اللي حطيناهم غلوة واحدة بس، وغطيتها. وبعد كده دخلتها تحت الشواية كملت تسويت. ما شاء الله جميلة. جنب بس على التطبيقات طحينة. احنا بنحب ناكلها بعيش، اللي بيحب يعمل رز براحته، يعني دي حاجة ترجع لكم. ما شاء الله جميلة. والبطاطس بقت عاملة زي الجراتان كده، واخدة لون جميل وطرية زي طرية قوي جميلة. وانت ما تسويهاش قوي وما تحرقهاش قوي عشان خاطر ما تأستكش منك وتنشف، هتبقى اللحمة بتنشف ومش فيها ريحة الطراوة لو انت سويتيها جامد في الفرن. واكلة بسيطة وسهلة ومش بتاخد وقت، كلها مع بعضها شدة راكبة كده. وجنبها حبة بقى اي حبشتكنات جنبها سلطات كده هتمشي معاك الهوا اليوم. واكلة مفيدة وحلوة متاخدش وقت. وربنا يشفي كل مريض يا رب. يا رب تشفي كل أمة محمد يا رب. ولايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.